السلام عليكم، عاملين ايه احلى ناس؟ النهارده هنتكلم عن موضوع كل بيت في مصر بيتكلم او بيسأل عنه. اللحمة ليه اللحمة البرازيلي ارخص بكتير من اللحمة البلدي؟ وفعلا في فرق كبير بين الاتنين ولا الموضوع مجرد سعر وخلاص؟ هقول لكم النهارده باذن الله كل اللي بيدور في دماغكم. اكيد وانت واقفة كده في السوبر ماركت او عندك جزار وشفتي الفرق الضخم في السعر. اللحمة البرازيلي ارخص احيانا. احيانا بتبقى في اسئلة طبعا بتدور في دماغنا. ليه بقى هي رخيصة؟ ليه مش حلوة؟ طب ايه السبب؟ وليه الناس كتير بتحب اللحمة البلدي؟ هقول لكم بالظبط. البرازيل واحدة من اكبر مصادر اللحوم في العالم، وبيتم تصدير الآلاف الأطنان لمصر كل سنة للحمة دي بتوصيل متجمدة بعد رحلة طويلة، وده السبب الأول اللي بيخليها سعر أرخص. اللي هي عندها مزارع و ما شاء الله حاجات يعني أبقار كتير. السر الحقيقي هو مش بس في التجميد ولا فرق العملة. لا، السر ان الابقار هناك بتتغذى على اعلاف رخيصة جدا، وتربيتها اعداد ضخمة. يعني كتير عندهم تكليف الانتاج اقل بكتير من تربية المواشي عندنا. يعني هو بس علشان عندهم العلاف رخيصة، لكن لازم تعرفي ان الطعم والقيمة الغذائية مختلفة. اللحمة البلدي طبعا بتكون طرية واحلى في الطعم لانها بتتذبح طازة ومش مجمدة، وده بيخلي سعرها اعلى واغلى عندنا. ولو اشترينا البرازيلي اهم حاجة تتأكدي من المصدر وانها صالحة وامنة للاكل، وغالبا هتكون مناسبة للوصفات اللي انتي تحتاجيها. بتستوي على طول زي الطبيخ او يعني الشوربة والمشويات والكباب وكده. طبعا احنا اهم حاجة عندنا نقولك اهم حاجة اللحمة البلدي والفراخ البلدي والحاجات دي. يبقى كده عرفتي ليه اللحمة البرازيلي ارخص من البلدي وايه الفرق الحقيقي بينهم. قولولي في التعليقات انتوا بتفضلوا ايه، البلدي ولا البرازيلي؟ وما تنسوش تدعمونا تدعموا القناة او الفيديو بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ونشوفكم في فيديو جديد بإذن الرحمن، واستودعكم الله، السلام عليكم.